صحيح وانه البرود الجنسي اليوم هو سبب من اسباب الطلاق؟ والله شو نقول لك، هذا نعاني منها 99% في تونس. اما يحب حتى حد يحكي خاطر الموضوع حساس ويخاف من مرته، الناس الكل يخافوا من سنة، فهمتني؟ وموضوع حساس برشا، الناس كل هذا اول وحده تبارك الله عليك تحكي قد تجي وتسالنا فيه، تحكوا لنا على حاجات اخرى. الموضوع اللي به الفائده اللي كان نروحوا لديارنا مروحين للانسان. حتى واحد ما يسالك بجاه ربي يقول لك فهمتني روحي كان على كروشه. ما ننساه هذا باش فهمتني؟ ولا باش ماشي انا عملته فياجرا للرجال وما عملتوش للنساء. بصراحه كان نلقى فياجرا للمراه نشراه. نعمل كريدي وناخذها لاختي. فهمت؟ المهم خلينا نحرق لها مشاعر. شنو ربوت انا؟ والله انا على فهم جديد كيفاش تبوز وكيفاش تعمل. انه انت عانيت يعني منها، كانت مرتك كان عندها برود جنسي؟ مش كان مازال عندها برود، كان عندك حرام شهادتي. والله نحكي معك بالرسم. كيفاش تصرفت يعني كي لقيت مرتك بارده جنسيا؟ كيفاش تصرفت معها؟ تصرفت بتصرف اوروبي، عندي اكسبيريونس نتاعي نعمل له حاجات بتسخن. يا ودي شنو سلفي؟ تو بدا يعاني منه سلفي مش راجل ناحيه تكيل باباس. هذاك سعيد تحسبيه. كان شي عنده هما يلزمهم يكلمونا في القرآن فمشي حل للمرأة باش تسخن في الليل. شوفونا اخويا بالقرآن بالإسلام بأي يدينا الدين ما هو هادي. أنا كي نروح للمرأة. فهمتني؟ باش نمارس واجباتي للرجل. إنسان يقول بجاه ربي برحمة بوكم كان احنا 10 ملايين 10 ملايين تواسى وانتم راكم 5 ملايين ولا 6 ملايين. حسوا بينا نعانوا من البرود الجنسي نتاعكم. قلوبنا بردت، نخدموا كان عليكم. اخرج الصباح يروح نصف الليل، كان بناي كان خدام كان بياض كان مدير، يروح للدار ليش مروح؟ مش ياكل نرجع عادي يمشي للمرشي. يروح للمرأة. المرأة يلزمها تدفى الدار تحط شوية مكياج تحط شوية برفانات ريحتها ثوب قررت معدنوس. مدارس يقريوهم الجنس كيفاش المرأة تتعامل مع رجلها في الجنس. يعملوا لهم بوبيات، يعملوا لهم أخشاب، يعملوا لهم حاجات، يعملوا لهم رجال يا أخوي مش مشكلة عندي ليه. المهم المرأة ناخذها متعلمة، ناخذ نعلم فيها أني حصان، ما عنديش وقت زاد. أنا بصراحة الحاجة الوحيدة ممكن باش ما نكذبش على مرتي علاش فيها عندها حاجة 50% موجودة، إن أول مرة كي تجيبها حذايا تجي من الكوجينة تجي تدوش وتبرفن وتحط برفان حلوة تحط مكياج حلوة تحط كذا وما حتى هي باردة هاك البرود هذاك ما نحسش بيه أنا قاعد نخدم على روحي. فهمتني؟ أنا امرأة عاد ريحتها فلفل وطماطم ومقارونة وتزيد بتجيب جنبه في السرير تقول له يا خويا شو لك حاجة قبل مش يقصد ربي وكذا تقول دبوس الغاز فرغت طيح له منها 40% من الكونسنتراسيون. هو يعاود يركز وتقول له فاتورة الماء. هاك الراجل يسالك فلوس جاء امس. انت عايشه مو فما عايش خويا ثم معامله والرجال لازم ينطقوا في تونس ويكذبوا كل واحد عنده صاحبته. هكا لحيته عنده صاحبته. لا مانيش نايم عليه. القرآن كان عندكم طريقة بالنسبة لجماعة النهضة سيبتونا صححت لكم وكيفاش يقولوا في الانتخابات انتخبتهم مش يبدوا بيا. انا انتخبتهم على اساس باش يبدا يفلم عليا وكله يخطب. هذا يكون ما يهمنيش كي نروح في الليل نحب نرتاح في الليل مش ناخذ 4 يا شيخ سيب اللعب سيبها من التواسخ خلقتنا. طيب انت كنت عايش في الانجلتير زعما الكل ربي يهديك فهمتني انسان مدارم وتعجبني وكذا الكتب نتاعك حلوين. طيب بعثهم لتركيا شعلت النار فهمت الناس عايشه غادي جيت لهنا حسرتنا. صحيح وانه البرود الجنسي اليوم هو سبب من اسباب الطلاق؟ اي صحيح. ما تعرف بعد ما يعرسوا كوبل يعرسوا وكل معناتها بريود نتاع فيونساي وكل معناتها تلقاهم مازالوا نقولوا احنا جون وكل وفهمت فما حكايه تاع برشا رومانسيه وحكايه بعد العرس تبدل الحكايه فهمت بلوس كانت دخل فيها بيبي الحكايه وكل معناتها المراه باش تولي ليا بولدها اكثر وكل معناتها باش معناتها الراجل باش يتاخذ من وقته فهمت وكل سي بور سولا معناتها تولي ما عادش ليها برجلها وكل ما عادش يولي فما جنس معناتها وكل برشا وكذا
سي بور سيلا معناها يبعدوا على بعضهم بشوي لين تكبر معناتها الديستونس بيناتهم والكل. مرور الجنس اللي تحكي عليه اختي ولا نقولوا نحن اللي تسمى لو كوبل نقولوا نحن امور جنسيه معناها فهمت؟ العلاقه كونها نقولوا نحن الراجل ديما يسحق كلمه باهيه ماخذه في خاطر الراجل كما نقولوا نحن يلزم يكون مدلل شويه فهمت تفهم فيا وزاد نقولوا نحن زاد المراه يلزمك اختي الغاليه زاد يلزمها تكون متلاقيه بروحها معناها عندها لهوه بروحها اختي.